البدايه بانجلش اور اسبانيش وهو اسمه فيرست از جاي. انا هو يا رجاله، انا الجاي يا جدعان. وعشان الاحداث السعيده دي قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر كوبايه الشاي بلبن اللي امي عملتها لي من غير سكر. لامين يامال خبير فلاح زراعي من اصول غينيه مغربيه، هدفه لم شتات اصله من العالم. السلام عليكم، وحشتوني. ايه دور الجدعنه اللي انت خدته معايا الفيديو اللي فات ده؟ 450 لايك وتعليقات حلوه، تسلم يا عم. نعلي على بعض بقى و450 يبقوا 600. ويلا بينا نبدا في الفيديو الجديد. بدا ماتش اسبانيا وانجلترا بان اللي هيتحرك الاول عيبه في حقه ومحدش هيعتمده بعد كده طبقا للعرف والترندات. واعتمد لويس دي لافوينتي على اتنين في اسبانيا مش اسبان، سمر صراع هدافين مهاريه صغيرين جامدين، محمد منير. اما المدير الفني لانجلترا فانا مش عارف اوصل اللي هو بيعتمد على ايه، بس هي اكيد حاجه مش خير. استروكس ابو صليبه ما تعرفش، المهم ان هو بيخسر بس. المهم الشوط الاول كان شوط ني كده، في شويه هجمات تعبانه من اسبانيا بلا هدف، وعشان الهدف هو اسعادك قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظري الجدع. سلام عليكم. كل دي فانيلات اشارك معاكم، انا من كبار مشجعي كوتونيل. القطن بيتكلم مصري. استعراض بيتزا الزعيم ده عم زلكه بيعمل شوب العجينه اخطر من كده بكتير. القرف ده ضرب عم الضخ الله ينور خلاص. لا ما تقولش، المانيا عامله لنا فتحه في الاستاد عشان نسدها بكوبري من التالتة شمال للتالتة يمين. ده ماتش مستحيل خالص ولازم الصدر الحنين، وهو كله فدا اسبانيا. الكاميرا جايباني حاسس اني مراخيري واكله نص الشاشه. ايه ده؟ دول انجليز؟ ده في 2 من مدينه السلام و2 من تنزانيا. انا زعقت الجافي جامد ونولته بالدماغ قوي، بس انا سنجل. البدايه بانجلش اور اسبانيش وهو اسمه فيرست از جاي. انا هو يا رجاله، انا الجاي يا جدعان. 3 2 1 ابدا الضرب. ما لازم تفرقع، ما هي لو سالكه وناس نضيفه كانت مشيت عادي. ما نهجمش، النهائيات دي تكسب ولا تلعب، ما احنا عمرنا ما كسبنا يا اسطى. ايه ده؟ عايز يختل مدرب اسبانيا بالعزيزه الخلفيه؟ اول مره الاقي الاحتواء الحقيقي. خبيني بعيد عن كل الاشرار. انت محتاجه فاتيكا حمام كريم اللي بيدي كل العلاج وفي البيت الزيتون الصبار التوم كلهم مع بعض. هو الطلوع بالهجمه كان ازاي؟ عدد 2 ده من غير دعم مشروعات، استماره 6 جند، وشهاده بتثبت انك تحيا مصر ومش من فيصل. مالك انت رست على ازازه؟ ايه ده؟ طيب هو هبد الارض عندكم تحيه في اسبانيا. الحمد لله على السلامه. حاسس ان الوصول قرب وربنا هيكرم، فتسلم للايد اللي ساهمت بلايك وشير وتعليق واشتراك واللي اتفرج على الفيديو لحد الاخر. وعشان كده هكافئك باللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني. لفت انتباهي لاعب صرباع في نفسه كده، بيخلص كل الانجازات بسرعه. اللاعب اللي حل المعادله الصعبه، كسب اليورو مع اسبانيا وراح حلها في امتحان الثانويه العامه. الاندر ايدج النجم لامين احمل، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في اسبانيا والمانيا وغينيا بالساو. لامين يامال خبير فلاح زراعي من اصول غينيه مغربيه، هدفه لم شتات اصله من العالم. فلو بصيني على ميلاد لامين يامال سنجد ولد في يوليو عام 2007. أزمة الغذاء العالمية 2007 التي أثرت على الدول الفقيرة والدول المتقدمة، والتي زادت ضعف الأسعار في 7 أشهر. الدول الفقيرة والمتقدمة 7 أشهر. الدول الفقيرة والمتقدمة مثل غينيا بالساو التي تعد من الدول الأكثر فقرا في العالم، وأسبانيا التي تعد من الدول المتقدمة والتي يعد اقتصادها التاسع عالميا. غينيا بالساو وأسبانيا هي الجنسيات التي يمتلكها لامين يامال. 7 أشهر اعكسها أصبحت شهر 7. شهر 7 هو الشهر الذي ولد فيه لامين يامال والذي ولدت فيه أنا أيضا. لما لقمة تسد جوعه تسنده تقوي ضلوعه. طب خد الزراعية. اكتشف السماد المعجزة الذي سيغير من مستقبل الزراعة في إفريقيا. المعجزة إعجاز. الإعجاز العلمي في شجرة الزيتون التي تنتج اسبانيا 40% من زيت الزيتون. الزيتون تاني التي تعد المغرب الاولى عربيا في انتاجه. المغرب التي ينتسب لها ابو لامين يامال من عيله الكلاماطه. طب خد الناهيه المتفرعه. لعبت المغرب واسبانيا في 6/12/22، وبالتفحيص والتمحيص في الارقام سنجد ان ال6 هي مجموع مباريات واهداف واسيستات لامين يامال في تصفيات اليورو، وال12 هي مجموع مباريات واهداف واسيستات لامين يامال في اليورو، وال22 لو طرحتها من ال12 اصبحت النتيجه 10 هو رقم القميص التي يحلم لامين يامال بارتدائها مع برشلونه. وبشق الخيوط اذن لامين يامال خبير فلاح زراعي من اصول غينيه مغربيه، هدفه لم شتات اصله من العالم. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم
اسرار وخبايا المستديرة. سلام. الحمد لله على السلامة. جه الوقت احكي لك على اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط من بتاع اليورو الحقيقي، فرص تكتيك انقاذات وجوان، وده بدأ بسرعة في الدقيقة 46 بعد كرة 2-5 في رجل يمين يامال، وياخدها ويروح على الجول كده، يقابلوا 3 انجليز يشوفوه يروحوا راجعين تاني عشان تبقى عادلة و2-2، يديها لنيكو ويليامز وهوبا 1-0 لاسبانيا. عشان في الدقيقة 72 انجلترا تكتشف ان اللي بيكسب هو اللي بيحط الكرة في شبكة التاني اكتر، فتعمل هجمة بطيئة من رجلين ساكا يرمح بيها بحرية على الوينج، يقابلوا 2 اسبان اشباح، يباصي من بينهم توصل لبلينجهام اللي يسندها البالمر وهوبا 1-1 لانجلترا، عشان تنتهي في الدقيقة الرسمية لأي قضية الدقيقة 85 بعد مساحات عملاقة عند انجلترا. تقولش هجمة في بدر، تبدأ من النص توصل لأوريال زبالة اللي يريحها لحمادة المشعر اللي يديله الطول أرضي وهوبا 2-1 لأسبانيا. أسبانيا بطلة اليورو. وعشان الأحداث السعيدة دي قررت أديلك ملخص الشوط الثاني من وجهة نظر كوباية الشاي بلبن اللي أمي عملتها لي من غير سكر. تحية للرجالة اللي نازلة بكل نشاط عشان تتلب جول في أول دقيقة، ولأننا من بلد شمال فاليمين مش طريقنا، لا بنمشي فيه ولا بنلعب فيه، الى الجحيم يا بيكفورد. يا جدع ما تبقاش متشائم، في ايه؟ هو انت مش حاسس فيك ايه؟ يلا مش حاسس ان فيك حاجه غريبه خالص؟ عادي، في ايه؟ يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت مكانه. ده انا ابتديت اشوف حيوانات. انا شايف انكم ترجعوا ماجواير بقى، انا ما بدافعش صح غير عن الباطل ومهاجمين اسبانيا. استنى يا بيكفورد، انا ما ترقصتش، انا جاي اخد منك قفاز ونقف 2 حراس. انكل حرام يا انكل، توسو ده جميل مالكش دعوه، انت مقدم مع نفسك، انت مالك، امشي من هنا. اخطر سترايكر قابلهم كان صلاح الدين، كان بيناولهم حد وثلاث وخميس. انا تعبان، انا من دي وتعبان، انا عايز اعرف فيه ايه نهدى، اهم حاجه الصبر، دي ما جاتش التانية تيجي، ما انا بلعب مع طقم حلل. يا تشير بيه، لا وقفوا يا مدحت، وقفوا. كسبنا خلاص، خلصها النجم. انت مين يالا؟ انت مش بكي؟ انا مقدر اهميه الهجمه، بس لازم اكشف لكم حقيقتي، انا من اصل بصله، ودي وضعيه البناء الضوئي بتاعي. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وتسلم فعلا على الدعم الاسطوري اللي انت عملته لي في الفيديو اللي فات، ويا ريت كمان الفيديو دوت بقى والفيديوهات اللي جايه ونعلى بقى. المهم ما تنساش تديني لايك والشير والتعليق والاشتراك، وتديني رايك الحلو كده في التعليقات، وبس كده انا خلصت. سلام.